يا هلا. النهارده هنجاوب على تاني سؤال من الأسئلة اللي كتبتوها لي في البوست بتاع الأسئلة، والسؤال ده اتكرر بكذا شكل. فأنا هاخده كده ونحاول مع بعض أنا وأنتوا كده واحنا قاعدين نتناوله بشكل أعمق شوية من فكرة سن صغير أو سن كبير. فقبل ما تشوفي الفيديو هاتي المج بتاع القهوة بتاعك، عشان واضح إن القعدة هتطول المرة دي شوية، لأن احنا هندخل في مفاهيم، يعني هنتكلم عن مفهوم حاجة وبتيجي منين وأسبابها وازاي نبدا نتعامل معاها. فهندخل في كذا عمر وكذا سن، فالقهوه بتاعتك او المشروب المفضل بتاعك ويلا بينا نقعد. طيب هنتكلم النهارده عن العند. ومش هقدر اصنف الفيديو ان هو عند للاطفال اللي هم تحت سن، اللي هم الطفوله المبكره، او اللي قبلهم اللي هم الرضع، سواء الرضع او الطفوله المبكره. مش هقدر اقول ان هو كده. مش هقدر اقول كمان ان هو للمراهقين او الطفوله المتاخره، مش هقدر اقول كده. ولا هقدر اقول ان هو للكبار، لانه انا هتناول تقريبا في الفيديو معظم الحاجات دي. هنتكلم عن 3/4 الحاجات دي، وهنشوف المفهوم جاي منين، وهنشوف احنا الكبار بنتعامل معاه ازاي، وازاي الاطفال كمان بيتعاملوا معاه، وايه الاسباب اللي بتوصل ده. فان جنرال كده تعالوا نخش جوه قوي مفهوم العند ونشوف هو المفهوم ده بيجي منين. ليا دايما كونسبت كده، او يعني ما بلاش احول العربي انجليزي والانجليزي عربي، انا هقوله زي ما هو. فليا كونسبت كده بحب قوي ادخل بيه في الحاجات، انه انا دايما بشوف انه تصرفات الاطفال او السلوكيات الانحرافيه عند الاطفال. السلوكيات الانحرافيه دي، الانحراف لما بنتكلم عنه في المونسوري بنتكلم عن سلوك غير مرغوب بالنسبه للطفل، فاحنا بنقول عليه انحراف سلوكي. فلما بيبقى في سلوكيات انحرافيه عند الاطفال، احنا الكبار بنشوفها. هي السلوكيات الانحرافيه دي بتبقى موجوده عندنا احنا كمان الكبار، لكن بشكل مختلف، بشكل اكثر تعقيدا. فدايما بحس انه لما اجي افكر في مفهوم للطفل، انا هفكر فيه على نفسي وهاخده على نفسي انا ككبيره، وبعدين اروح مبسطه المفهوم ده ومصغراه قوي ونازله بيه لدرجه بسيطه على حسب سن الطفل بتاعي، سواء الطفل تحت سن 6 سنين، او في الطفوله المتاخره فوق سن 6 سنوات مثلا لحد سي 10 9، او ما بعد ذلك المراهقه. فلا هقدر اقول انه انا كل واحد، كل مشكله او كل سلوك عندي هنزل بيه واصغره قوي، واوصل للسن ده واشوف هو انا ممكن ابسطه ازاي واتعامل معاه ازاي عشان اقدر افهمه. نص حل المشاكل بيكمن في اني قادره افهمها واحللها وانزل بيها للسن بتاعها، ببقى وصلت لنص حل المشكله. بعد كده بيبقى تفاعل بيني وبين الطرف الاخر، او بيني وبين الطفل مثلا، او بيني وبين الشخص التاني. وده بيبقى لو انا قدرت ان انا افهم المشكله واحللها واتعامل معاها، بيبقى اسهل كتير. طيب لو هتكلم عن العند، فانا هتكلم هو احنا الكبار لما بنيجي نعند، لما انت بتيجي تعندي كواحده كبيره كده، بتعندي ليه؟ ايه اللي يخليكي تعندي؟ اللي يخليكي تعندي هو حاجه قدامك، سبب او يا اما ظرف معين اتحطيتي فيه، يا اما شخص معين بيقودك لسلوك معين، او حاجه بتضغط عليكي عشان تطلعي العند، اللي هو عباره عن التمسك بشيء معين. انا بعند عشان انا بتمسك برايي، او بتمسك بشيء انا عايزاه، او بتمسك باحتياج عندي، انا متمسكه بشيء ومصممه عليه، فهذا ما يسمى سلوك العند. انا بعند، فانا صلبه وواقفه وعنيده. طيب لو الشخص اللي قدامي او لو الظرف اللي قدامي ما كانش موجود، هل سلوك العند ده هيظهر؟ لا، مش هيظهر. ما انا عاقله وراسيه وكويسه، وانا ليه هستدعي الامور اللي مش لطيفه واعند وهو الموضوع لا يستدعي عند؟ يبقى خلينا نقول انه الاطفال مش عايزين يعندوا، هم عايزين يعيشوا حياه لطيفه جميله. كلنا كناس عايزين نعيش حياه جميله لطيفه، مش عايزين نعند، مش عايزين نعمل مشاكل مع الاخرين، لا احنا عايزين نعيش في سلام وامان. حتى الاطفال اللي احنا بنقول عليهم اصلا مشاغبين وطبعهم مشاغب وصعبين وكده، لا هو في حاجات وظروف واشياء ادت الى ان هم يسلكوا هذا السلوك، لان هم شافوا ان السلوك ده هو الحل الوحيد اللي قدامهم تو سرفايف، او ان هم ينجوا في هذا العالم. فالحل اللي لقوه قدامهم ان هم يعندوا عشان يوصلوا لده. طيب احنا ككبار لما بنعند، هل بنبقى كبار وعاقلين؟ لا، بنتحول لاطفال. تعالوا نقول الحق، لما بتيجي تعندي وتمسكي على رأي وما تسمعيش للطرف الاخر، فانت بالفعل عقلك بيتحول لعقل طفل صغير. انا بعند وما عنديش استعداد ان انا اقعد واتناقش واسمع واتفاوض واعمل اي حاجه، انا مصممه على العند وعايزه اعند ومصممه على اللي في راسي، وانا شايفاه هو الصح وبس ومفيش غيره كذا وكذا. كل السلوكيات اللي بتيجي مع العند هي سلوكيات طفوليه اصلا، هي سلوكيات ما فيهاش الحكمه،
ما فيهاش رجاحة العقل، ما فيهاش صبر، ما فيهاش الحلم، ما فيهاش الأناء اللي هو التأني، ما فيهاش تفهم، هو كل السلوكيات بتاعت الكبار مش موجودة وقت العند. وقت العند بتتحولي لطفل صغير ماسك في الحاجة أو في الرأي وشبطان فيه وواقف عليه وعاند عليه. حلو، يبقى احنا لما بنيجي نعند ككبار بنتحول الى اطفال، بنعمل سلوكيات طفوليه، فبنسميها حتى لما تيجي تعملي يقول لك بطلي السلوكيات الطفوليه او بطلي الحاجات الاطفال اللي انت بتعمليها دي وتعملي قناه جو كبيره كده. يبقى العند اصلا عبارة عن تصرف طفولي. ليه؟ لأنه يفتقر إلى العقل والحلم والصبر إلى من الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. فلما أجي أطلب من طفل صغير لسه ما عندوش القدر الكافي من الحلم والقدر الكافي من الصبر والقدر الكافي من الحكمة والخبرات والمهارات إنه ما يعندش، عايزة أطلب منه إنه ما يعندش، يبقى أنا بطلب طلب يعني طبيعي ولا طلب مش طبيعي؟ طلب مش طبيعي. طلب مش طبيعي اني اطلب من طفل صغير وافضل اقول له بطل عند بطل عند. معنى كده ان انا بقول له استدعي المزيد من الحكمه. حكمه ايه يا ماما انا طفل؟ استدعي المزيد من الصبر. صبر مين يا ماما انا عايز الحاجه دلوقتي؟ استدعي المزيد من جهاد النفس. جهاد نفس مين يا حبيبتي؟ انا طفل وبلعب. فانت بتطالبي من الطفل انه يستدعي اشياء كبيره عليه جدا احنا ككبار اكتسبناها من الحياه ومن الخبره ومن المرمطه ومن ان احنا بقينا بوفتيك يا اميره، ان احنا اتمخمضنا كده في الحياه فاكتسبنا هذه الاشياء وتعلمناها. في مننا اللي اتعلمها واكتسبها وفي مننا اللي لسه مع اول شكه بيرجع تاني للزهق والعصبيه والعند فحتى احنا لسه مش قادرين نوصل للمرحله بتاعه ان احنا نبطل عند تماما وان احنا نبقى عقلاء حكماء مش عارف ايه. فخلينا كده في الاول نتفق على انه اما نطلب من الطفل طلب نطلب منه طلب اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. فكلنا بنوصل للمرحله دي. ماشي. طيب ليه بقى لما انا كشخص بالغ او كطفل بوصل لمرحله ان انا اعند على شيء ما؟ اول حاجه عشان اعند على شيء فانا بحس ان انا مش مسموع، انا ما حدش سمعني، انا ما اتسمعتش كويس. لما تيجي تتكلمي مع حد وعايزه شيء معين او بتتكلمي عن حاجه معينه وبعدين انت بتتكلمي وبتقولي حاجه والرد بتاع الطرف التاني بيبقى في ناحيه تانية خالص. اوقات ابنك مثلا انت مركزه في الطبيخ او في الحاجه اللي بتعمليها او مركزه في شغلك او مركزه في وات ايفر بتعملي ايه، وابنك جاي يطلب منك حاجه انت مش سامعاه، انت ردك جاهز، انت بتقولي له حاجه وانت ما سمعتيهوش، ما سمعتيش تفاصيل اللي هو قاله، فبتلاقيه راح واقف داب برجله في الارض الدبه اياها، لا انا عايزها دلوقتي، لا انا مش عارف، وتبداي بقى تلاقي ايه سلوكيات زن على الودان عشان عارف ان انت مش هتقدري تتحملي دلوقتي. تمسك بالراي، بوز ضارب بمترين وانت ما بتحبيش البوز الضارب، يروح يكسر اي حاجه، هيديكي اي نوع من الرياكشنات او السلوكيات اللي انت مش بتطيقيها ومش بتحبيها عشان يبين لك انه انا في هنا ازمه، اسمعيني، كانه بيقول لك اسمعيني. يبقى الطفل بيعند لما ما بيتسمعش واحنا الكبار بنعند لما ما بنتسمعش. طيب سمعته، بسمعه يا ستي وبسيب اللي في ايدي وبوقف التليفون او التلفزيون او بوقف الشغل اللي انا بشتغله او بعمل مش عارف ايه وبقف بوقف الاكل والطبيخ وبديله اي كونتاكت يا اميره زي ما بتقولوا انتوا بتوع التربيه، وبديله انتباهي الكامل وببص له وبسمعه. حلو. بعد ما اتسمع هل اتفهم؟ هل لما سمعتيه فهمتي اللي هو قاله؟ فهمتي الاحتياج جاي منين؟ فهمنا الرغبه جايه منين؟ ولا احنا سمعنا بس احنا عملنا اكشن تجاهه ان احنا وقفنا اللي احنا بنعمله وعملنا له اي كونتاكت وعملنا الخطوات بتاعه الاكتيف ليسننج او ان انا بسمعه فعملنا الخطوات، لكن حقيقي انا فهمت اللي هو قاله ولا لا؟ ولا برضو انا كنت في حته تانية وانا بسمع؟ اتسمع اتفهم. طب بعد ما سمعته وفهمته يا ستي ممكن اكون ما سمعتوش فنسمعه، ممكن اكون سمعته بس ما فهمتوش يبقى نحاول نفهم وجهة النظر بتاعته دي جايه منين. طب سمعته وفهمته اللي هو قاله بس انا مش متقبله اللي هو قاله. شيء عدم التقبل. الطفل ممكن يعند من عدم التقبل، هو شايف ان انت مش متقبله اراءه، هو شايف ان انت مش متقبله الحاجه اللي هو عايزها، هو شايف ان انت مش متقبله الاحتياج ده دلوقتي، شايف ان انت مش متقبله ايا كان بقى سبب عدم تقبلك. انا مش متقبله ليه؟
انا مش متقبلاه فمش متقبلاه وبقول لا وخلاص، ولا مش متقبلاه وبسفه من الامر، بشوفه حاجه تافهه، مش متقبلاه وبتفه منه، ايه التفاهه دي، ايه العبط ده، ايه مش عارف ايه، بشوفه بقلل منه، انت ازاي تفكر كده، او انت ازاي تكلمني عن حاجه زي دي. فمش متقبله وبتبع ده بتقليل من الموضوع او استنكار، بستنكر. انت ازاي تطلب مني حاجه زي كده وانا بعمل كذا دلوقتي، انت مش شايف ان انا بعمل حاجه مهمه؟ فانا مش متقبله اللي هو قاله اصلا. فهل سمعت وفهمت وتقبلت اللي هو قاله، ولا مش متقبلاه؟ طب ثانيه واحده امير قبل ما تخش على حاجه تانية، الله يخليك. يعني احنا مطلوب مننا ان احنا كل حاجه اولادنا يقعدوا يعملوها او يقعدوا يقولوها عشان نسمع ونفهمها وبعدين نتقبلها؟ هو انا اجيب براح نفسي كل ده منين جوايا؟ يعني انا كأم مضغوطه وقرفانه ورايا شغل وطبخ وعيال وجوز وبيت واصحاب، وانا ورايا حاجات كتير قوي. فدلوقتي انا اجيب كل ده منين ان انا اقعد اسمع واتقبل وافهم الامور؟ ويعني ما اطلبوا طلبات يعني مش لسه قايله انت دلوقتي يا اميره اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع؟ او انا قلت كده حقيقي وعارفه ان دي مهمه كبيره، وانا ام زيكم واوقات ببقى مش قادره، يعني اوقات بيبقى من كتر الضغوط مش قادره. بس تعالي نسال بعض سؤال كده، هل ده ذنب الطفل؟ مش ذنبه، حقيقه والصراحه ان هو مش ذنبه. مش ذنبه ان احنا مضغوطين، مش ذنبه ان احنا مشغولين، مش ذنبه ان احنا كذا. ايه ده مش ذنبه يعني لازم نيجي على نفسنا عشانه؟ لا مش لازم. بس ممكن نعمل حاجه من اتنين. اول حاجه ان احنا دايما نبقى مهتمين بنفسنا قوي كأمهات، عشان فكره انه ابقى بفرغ الحاجات اللي جوايا، عشان دايما يبقى عندي براح نفسي جوه اني استقبل حاجات جديده من اطفالي. يعني لو احنا على طول الضغوط اللي جوانا والحاجات اللي جوانا مش مديانا فرصه ان احنا نتقبل حاجات جديده، يبقى الطبيعي ان اول تكه صغننه جديده جايه هننفجر، هنبقى مش قادرين، هنستنكر ونقلل ومش هنتفهم ومش هنسمع وهنعمل كل الحاجات دي. طيب حلو، لو احنا عندنا براح نفسي جوانا هنقدر نعمل ده. طب التركه بقى بتاعت البراح النفسي اللي جوانا والبراح النفسي اللي مش جوانا دي تركه صعبه قوي، ازاي نوزنها؟ هنوزنها بان احنا نعمل علاقه قويه مع اولادنا. يعني ايه؟ يعني اوقات بيبقى الدنيا حوالينا ضغط علينا لدرجه ان احنا حتى مش قادرين نعمل البراح النفسي اللي احنا بنعمله في العادي. انا عارفه يا اميره اقلل الضغوطات وعارفه افرغ واشحن واعمل لنفسي ده، واللي مش عارفه ترجع لفيديوهات الشحن والتفريغ وازاي تستعيدي نشاطك والحاجات دي، انا متكلمه عن كل ده في الفيديوهات، هتلاقوها على القناه على اليوتيوب، او اللي بتشوفيها على الفيسبوك هتلاقوها على الفيسبوك برضه. طيب عملنا كل ده يا اميره وبعرف اشحن وافرغ وكل حاجه، بس في اوقات بقى احنا ما بنقدرش نتحمل ده. انا ببقى خلاص على اخري وما عنديش وقت الشحن والتفريغ وكل ده، وفعلا هنفجر في الطفل. ايوه الاوقات دي بقى هي اللي بيساعدك فيها، انك تتعاملي مع الطفل هو الهيستوري بتاعك مع الطفل. يعني ايه؟ يعني لو انت طريقه تعاملك مع الطفل في الفترات اللي فاتت كلها او اشتغلتي كتير على علاقتك مع طفلك، هتلاقي انه بقى عندك المساحه انك تقولي لطفلك مثلا او بنتك، انا بتكلم بقى دلوقتي لو عندنا اطفال مثلا فوق سن ال7 سنين او فوق سن ال6 سنين وانا اشتغلت معاهم طول السنين اللي فاتوا على العلاقه دي، هبدا الاقي المساحه بتاعت حبيبتي انا عارفه ان الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه مهم جدا، عايزه اديكي كل الاتنشن فيه او كل الانتباه والاهتمام، عايزه اتناقش معاكي واتكلم معاكي فيه، بس انا دلوقتي مضغوطه او متضايقه، او عبري بقى عن المشاعر بتاعتك، انا دلوقتي مش قادره اتقبل كلام جديد، ولو اتكلمنا فيه دلوقتي فممكن يكون رد فعلي مش هيبقى مناسب مع اللي بيحصل، ممكن يحصل حاجات انت عارفاها بقى، نتخانق او نعمل كده، وانا مش حابه ده يحصل بينا خالص. فمحتاجه شويه وقت تسيبيني او نحدد وقت تاني ابقى اكون انا في اروق شويه او متقبله شويه ان انا افتح الموضوع ونتناقش فيه، ان ده محتاج تفاهم، هيبقى عندك المساحه دي مع الطفل. لكن لو انت اصلا ما اشتغلتيش على علاقتك بالطفل، ما اتكلمناش قبل كده، ما تفهمناش، ما حطيناش قواعد، ما عملناش بقى كل الحاجات اللي احنا كنا بنحكي عنها في الفيديوهات اللي فاتت كلها، فمش هلاقي المساحه دي. ما هو عارف ان انا لو سبته دلوقتي انا مش هقوم، مش هرجع له تاني، مش هلتزم بكلامي. سوري انا عندي دور برد فريقي بينشف بسرعه، فكل شويه بقى يعني هاخد بق، معلش استحملوني في القهوه النهارده. ف لو ما عنديش المساحه دي مع الطفل يبقى مش هيرضوا يسمعوا يا اميره، عشان في ناس بترد عليا بتقول لي هو ما بيرضوش يسمعوا. ايوه يا جماعه، ما هو الولاد بيسمعوا وبيتقبلوا وبيتفهموا عشان احنا قبل كده كان عندنا هيستوري كبير، في تاريخ كبير بينا وبينهم عن السمع والتقبل والتفهم والاحتواء، فانا لازم اقدم احتواء كتير وتفاهم كتير وسمع كتير عشان اعلم الطفل ازاي يعملوا معايا بعد كده. ما هي العلاقه بيني وبين الطفل بتبقى رايح جاي، ما بتبقاش انا بدي بس، لا هو انا بفضل ادي كتير في اول 6 سنين
ان دول اهم 6 سنين، فبفضل ادي فيهم كتير قوي عشان بعد كده بنبدا بقى ايه اخد انا كمان، يعني بفضل اخد ودي. اول 6 سنين باخد يعني شتات صغننه كده، بيديني كل شويه حاجه كده تخليني قادره اعيش. لكن بعد كده لو انا مش اشتغلت اصلا على علاقتي بالطفل، لا بيديني حاجات، هو انا بيقدر يتفهم ان انا محتاجه مساحتي الخاصه، بيقدر يتفهم ان انا مش قادره اتكلم دلوقتي، بيقدر يتفهم فكره انه ناجل الكلام لوقت تاني، بيقدر يتفهم كلمه لا في حاله طارئه دلوقتي فانت هتسمعي الكلام من غير نقاش وبعد كده نتكلم فيه. هيقدر يتقبل ده لانه انا عندي هيستوري معاه، عندي تاريخ معاه بيقول ان انا ام متفهمه، عندي تاريخ مع بنتي بتقول ان انا لما بغلط بعتذر، او لما لو هبيت فيها شويه برجع اراضيها، عندي تاريخ بيقول ان انا بتفهمها بتقبلها بحتويها، عندي تاريخ بيقول كده. فهم دايما عقلهم بيقول الست دي ممكن تكون مضغوطه دلوقتي، ممكن تكون متضايقه، ممكن كذا كذا. فلما تتكلمي معاهم بالطريقه بتاعت انا مش قادره دلوقتي احتوي الموقف ده، او مش قادره دلوقتي اتكلم، او محتاجه مساحه وقت عشان كذا وكذا وكذا، فخلاص بيتقبلوا ده. يعني مثلا ريتال بنتي دلوقتي داخله على سن المراهقه، فلما بتكلم معاها اوقات واقول لها انا بي ام اس او انا دلوقتي في وقت البيريود بتاعي او كذا مش قادره اتناقش مناقشات كبيره او كذا، فبتتقبل تماما اللي هو اجلي. حتى ممكن ساعات طفل يعرض عليكي المساعده، اوقات لما بيبقى عندها نفس كده شويه بتقولي هل تحبي النهارده مثلا ان انا اسحب عنك رغد شويه والعب معاها واشغلها عنك فتاخدي مساحه ليكي من الوقت مثلا. فبتلاقي بقى يعني بتلاقي شويه حاجات كده في اوقات تبقى لطيفه. اوقات طبعا معظم الوقت بيبقوا همهم نفسهم بس ومش بيركزوا فينا، بس احنا بنشتغل على ده. ممكن نقعد مره نشتغل على لما تشوفني تعبان او متضايق اعرض عليا المساعده، لما كذا لما كذا، فبنشتغل على العلاقه مع الطفل. نرجع تاني للعند ونقول انه العند بيبقى انا مش مسموع، انا مش مفهوم، محدش فهمني ما اتفهمتش، محدش متقبلني ما تقبلتش. والتقبل ده بيبقى له اشكال كتير. ان هو العكس بتاع التقبل ان انا اقلل منه او استهين بيه او استنكر او. طيب رابع حاجه من الاسباب اللي بتسبب للعند الخوف. الطفل خايف من شيء ما، ممكن يكون خايف منك كأم ما بيعرفش يعبر عن رأيه، او خايف من شيء بره خارجي فبيتمسك برأي معين او حاجة معينة او عايز حاجة معينة عشان هو خايف من شيء ما ومش قادر يعبر عن هذا الشيء، عدم القدرة على التعبير. ولو هتسأليني ازاي اخلي الطفل يعبر عن رأيه كذا، ارجعي للفيديو بتاع ازاي ازود ثقه طفلي بنفسه، هتلاقي فيه ازاي اخلي الطفل يعبر والطرق اللي بنخلي الاطفال يعبروا فيها. فطب انا دلوقتي خايف فمش قادر اعبر كويس، مش قادر اتكلم واقول الحاجات، فهتمسك برايي عشان انا مش عارف اقول، هعند. فهو محتاج في الوقت ده ايه؟ محتاج ان انا اساعده انه يعبر عن الحاجات اللي جواه، محتاج اساعده انه يخرج الكلام ويقوله، عشان هو لما يخرج الكلام ويقوله انا هبدا اعمل بقى البروسيس بتاعت اسمع واتفهم اسمع وافهم واتفهم واتقبل. فلو ما هو ما قالش وما عبرش وما اتكلمش يبقى البروسيس دي مش هتحصل. يبقى الخوف من ضمن الاسباب اللي ممكن تخليه يعند جامد جدا. طيب ايه تاني؟ رقم 5 انه الطفل عنده حكم مسبق. يعني ايه؟ يعني هو جاي وعارف انه لما يطلب منك الطلب ده هيكون ردك كذا. ليه؟ لانه في العاده ردك على الطلب ده 90% او 95% من الاوقات بيبقى ردك على الطلب ده رد معين، ليكي رد معين ثابت لما بيطلب الطلب ده، فبيروح مختصر الوقت. انا لسه هطلب وهي هتقول لي كده، انا هعند على طول، فمش لسه هنقعد نتناقش. فبيبقى عنده حكم مسبق، وبنشوفها في عين ولادنا. يعني اوقات لما بشوفها في عين بنتي مثلا وتيجي اقول حاجه اقول لها يا ريتال كذا، فتقول لي ايه كذا، والاقي نظره استهجان كده صغننه، فاقول لها ثانيه واحده انا شايفه بدايات عند. هو انت متخيله رد معين انا هقوله او متصوره رد معين انا هقوله؟ فتقول لي فاقول لها طيب ممكن تقولي لي الرد المعين اللي انت متخيله ان انا هقوله ده؟ فتقول لي كذا مثلا، او تقول لي مش هيغير حاجه من الموضوع. بسمع كلمه مثلا ايه انا عارفه ان انا هقول مش هيغير حاجه من الموضوع. ثانيه واحده، معنى ان انت بتقولي ان انت اللي بتقولي مش هيغير حاجه من الموضوع، انت حاطه حكم مسبق او شايفه رد فعل معين انا باخده كتير او كل مره. فتقول لي في رد فعل معين بتاخديه كتير، ممكن تقولي لي رد الفعل ده فبيبقى كذا. فنقعد نتناقش في رد الفعل واقول لها طيب هو فعلا اوقات ممكن يبقى كتير بقول رد الفعل ده، بس في برضو اوقات تانية ما بيكونش رد الفعل ده، فده بيختلف على حسب الحاجه. فما ينفعش ان احنا ناخد نفس الحكم ونطلقه كحكم عام يا ريتال مثلا لو انا بكلم بنتي، ونطلقه كحكم عام وبعدين نرجع نقول ماما ما كانتش موافقه، ما احنا ما اتكلمناش مع ماما اصلا وكنا حاطين حكم مسبق. فتقول لي صح. فاقول لها يستحق الموضوع ان احنا نجرب، يستحق ان احنا نحاول نشيل الحكم المسبق ده ونجرب تاني. اوقات لما هنجرب هنلاقي نفس الرد فهنقول ما انا عارفه،
بس اوقات تانية ممكن لما نجرب ما يبقاش نفس الرد، واوقات يمكن لما نجرب ونقول يا ماما لو سمحتي ما تقوليش نفس الرد اللي هتقوليه كل مره، او يا ماما حاولي تغيري الرد، او يا ماما انا عارفه ان انت بتقولي رد كذا. حاولي تلفتي انتباهي ان انا في رد بقيت مواظبه عليه فتره، حاولي تلفتي انتباهي، ساعديني بده، انا ما باخدش بالي، ما دام انت خدتي بالك من دوت يبقى ده حاجه مزعجه، فساعديني ان انا اشوف ده لان انا مش شايفاه. فكره انك تخلي طفلك يساعدك على تعديل سلوك عندك او تعديل عاده عندك انت اتعودتي عليها، ما هو الجمل او الالفاظ اللي بنتعود عليها وبنقولها كتير وبنكررها تعتبر من ضمن العادات بتاعتنا، فلو هي جمل تضايق حد او بقت خلاص عندك ثابته في شخصيتك وانت مش حابه كده، فكره انك تطلبي من طفلك ان هو يساعدك ان انت تعدلي ده، دي فكره الطف ما يكون. ليه؟ لانك بتوصلي رساله لطفلك من غير ما تقولي له ان هو مؤثر في حياتك، انه بيساعدك انك تكوني افضل، مش انت بس اللي بتساعديني هو يكون احسن، ان انت كمان بتشتغلي على شخصيتك وقابله للتطوير، ان انت مش ام جامده وصلبه ومتمسكه برايها، انت ام مش عنيده، فليه هو يبقى طفل عنيد؟ هي الفكره كده ان احنا ساعات بتبقى امهات عنده جدا ومتصلبين وماسكين في ارائنا، فبنولد اطفال عناديين، او الابهات يعني او الناس اللي حواليهم ساعات بيستقوا ده من الاشخاص اللي حواليهم، مش لازم يبقى الطفل نفسه هو عنيد بس. تمام؟ فتقدري تتعاملي بالطريقه دي مع الطفل عشان تشيلي الحكم المسبق اللي هو جاي بيه، او تعرفي ايه الاحكام المسبقه اللي الطفل بيحطها عليكي. اوقات بنقعد نلعب لعبه كده ونقعد نسال بعض انا وريتال اسئله عشان نعرف بعض كل فتره اكتر، فممكن في وسط الاسئله اقول لها ايه الجمله اللي انا بكررها كتير، فتقولها لي فاخد بالي منها، ايه مش عارف التصرف اللي انا بعمله كتير وكذا ايه كذا، فهي تفضل تسالني مثلا انا لما برجع من المدرسه بعمل ايه على طول، انا لما بخش مش عارف بعمل ايه، انا لما بصحى من النوم بقول ايه، كده بنفضل نقول الحاجات عشان نتعرف على بعض اكتر. فده بيساعدنا قوي ان احنا نشوف الحاجات احنا مش واخدين بالنا منها واللي عقلنا بيقولها اوتوماتيك، خلاص اللاوعي بقى متعود عليها وبقينا بنقولها بشكل اوتوماتيكي. طيب ايه تاني غير الحكم المسبق؟ رقم 6 التسلط، ان انا ابقى ام متسلطه. ازاي ابقى ام متسلطه؟ لا بصي يا اميره بقى، ده انا يعني ما فيش اكتر من كده تفاهم لا مش متسلطه انك متمسكه برايك طول الوقت، لا انك لما بتيجي تتكلمي الطفل بيحس بدور سلطوي. يعني ايه؟ يعني بتتكلمي كأم، بصي يا بنتي انا لما اقول الطريقه التون بتاع التسلط ده. طيب خلينا نتفق انه احنا متفقين من البدايه في فيديوهاتي وفي حياتي وفي طريقه تعاملي مع التربيه ان احنا لاطفالنا رفقاء رحله، دورنا دي امانه ربنا اداها لنا، هديه عظيمه جدا 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 ساعدتنا اصلا ان احنا نطور من شخصيتنا ونبقى احسن، ربنا اداها لنا عشان نعلمها ازاي تعيش الحياه، نكون رفيق ليها انها تعيش الحياه، نعلمها الاشياء اللي احنا اتعلمناها وغلطنا فيها، بس مش نجبرها على الاشياء. انا مش شايفه ان احنا دورنا ان احنا نجبرها على الاشياء، انا شايفه ان احنا دورنا ان احنا نعلمها الاشياء ونوريها الطريق ونكون رفقاء درب ليهم في الطريق. انا بحب قوي ابقى مع بنتي رفيقه درب، انا صاحبتها صديقتها، يا بنتي والله انا بقول لك الحاجات اللي انا غلطت فيها، عايزه تعمليها مش عايزه تعمليها غلطي وتعلمي من غلطك، وانا جنبك هساعدك لما تغلطي، مش هعاقبك لما تغلطي واجلدك وامسك لك على الواحده، لا هعلمك ازاي ما تغلطيهاش المره الجايه، هوريكي زي ما انا شفت، بس مش همسكك وافضل اانب فيكي طول الوقت. بنقع اكيد في اوقات في التانيب لان يعني بني ادمين احنا بشر يعني، بس بنرجع تاني وبنظبط الامور. فانا شايفه ان احنا دورنا مع اولادنا رفقاء درب، فلما اجي ابقى دوري سلطوي ابقى دوري دايما معظم الوقت اوقات لما بتشوفي ان في خطر جاي على طفلك لازم تاخدي دور القياده اللي هو دور الامومه، لانك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهي من رعيتك يعني انت مسؤوله عنها، لكن مش متسلطه عليها، دورك مش سلطوي، انت مسؤوله عنها، ده تكليف مش تشريف، يعني انت مكلفه انك مسؤوله عنها لحمايتها مش عشان تتحكمي فيها، انت بتحميها مش تتحكمي فيها، او بتحمي طفلك مش بتتحكم فيه. فالفكره هنا انه لما الطفل يحس دور طول الوقت او معظم الوقت انك بتكلمه بسلطويه وفوقيه، وانك احسن منه وافهم منه واعقل منه وعديت بتجارب احسن منه واحسن منك واكبر منك وانا ماما وانا اللي اقوله يمشي، وانا بيحس انه انا جاي عشان اخدم لك مصالحك، انا جاي عشان احقق لك اللي انت عايزاه، انا جاي عشان احقق لك احلامك الناقصه، انا جاي عشان ايوه هم والجيل الجديد بقى بيقولها كده في وشك، يعني انا مش جاي احقق لك احلامك، انت ما عرفتيش تعملي الحاجات مش مشكلتي، انت ما قدرتيش تعملي مش ذنبي، هم بقوا صراحه لدرجه رهيبه.
فالفكره فكره انه انا هنا محتاجه اثبت قوي، اوزن قوي الرمانه بتاعه انا كأم اخترت دوري يبقى فين. واتس اوكي ان انت حره لو اخترتي دورك يبقى سلطوي، ما ترجعيش تقولي لي العند، لانه من اسباب العند انك تبقي متسلطه على طفلك. فلو انت حابه ان انت تبقي سلطويه على طفلك ما تجيش تشتكي لي من العند، او ما تروحيش تشتكي لحد من العند. لكن لو انت اخترتي انت تكوني صديقه لطفلك، او مرافق، او رفيق درب له، او راع ومسؤول عن رعيته اللي هو بيحميها مش بيكنترول عليها. دور الكنترول بتاع الامومه كلنا بنقع فيه، تركيه كلنا بنقع فيها، وانا شخصيا وقعت فيها، وكنت متخيله ان هو ده وسيله الحمايه، الى ان اشتغلت على نفسي كتير لحد ما خرجت من دور الكنترول، اني اتحكم في كل حاجه عشان احميهم. الدبه اللي بتحمي ولادها لدرجه انها تموتهم، تبط عليهم، تقتلهم، ده دور صعب قوي ومثقل للنفس اصلا. وانا نفسي كنت مكتومه وقتها وما في عنديش براح نفسي ان انا وبنتي نبقى اصحاب. لكن لما بنخرج من الدور ده وبنتحول لدور الاصحاب والاصدقاء وبنشتغل على نفسنا وعليهم وكده، لا الحياه بتبقى الطف بكتير قوي. فالتسلط، الدور السلطوي، انتوا مش اصدقاء، مش متفاهمين، مش بتعرفوا تتكلموا مع بعض، مش بتقعدوا تحسوا ان انتوا في اوقات محتاجين تحسوا ان انتوا ايكوال، متساويين، وفي اوقات تانية محتاجه تنزلي سيكه كمان شويه وتحسسي طفلك ان هو له دور اعلى شويه، تطلبي مساعدته، تحسسيه ان هو عمل لك حاجه ما كنتيش هتعرفي تعمليها من غيره. بدأت بقى ما كانتش هتقدر تخلص من غيره، لازم تنزلي شويه. يعني من المهاره انك تتعلمي امتى تاخدي الدور الامومي وتقودي، وامتى تبقوا اصحاب ورفقاء، وامتى تنزلي سيكه كده وتديله القياده شويه. انا عارفه ان انت يا ريتال في مثلا في ترتيب خروجه بتبقي منطلقه عني اكتر في الحاجات دي، فانا هسيب لك انت البروجرام تعمليه. انا واثقه فيه، ممكن لو حابه نراجعه سوا بعد كده اوكي، لو انت مش حابه انا واثقه في انك هتقدري تعملي ده. اديها القياده شويه، ادي طفلك القياده شويه، حاسسين انه انت مش هتكنترول على كل حاجه، وتسوكي لو حصل اخطاء عادي، ما يحصل اخطاء، المشكله. فالدور السلطوي. رقم 7 للحاجات، انا قلت لكم الفيديو ده يبقى طويل. رقم 7 عدم التقدير. انه الطفل ما يشوفش منك اي تقدير، انه لما بيعمل الامور والاشياء والحاجات اللي انت بتحبيها ما بتتكلميش عنها زي ما بتتكلمي عن النواقص، زي ما بتتكلمي عن الاخطاء، زي ما بتتكلمي عن المشاكل. ودي من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها في اكتر من فيديو، انه التقدير يا جماعه، فكره ان زي ما عينينا بتشوف الغلط لازم عينينا تشوف الحاجات الحلوه وتدعمها، وتثبتها عند ولادنا، وتقول له ان انا شفتها، وتكلميه عن المجهود اللي هو عمله فيها فتقدريه. فلما الطفل بيحس انه ما تقدرش بيروح لا مصمم على رايي بقى وموريكي ان انا لا، ده انا اتقدر وليا شخصيه وبعرف اعند وبعرف يعني لا، هيوريكي نفسه. لانه عدم التقدير بيؤدي لفكره ان انا مش متشاف. فتخيلي بقى لو انا مش متشاف، فانا هوريكي نفسي بس بالطريقه اللي تكرهيها، بالطريقه اللي ما تطيقيهاش. طب ما تشوفيه بالطريقه الحلوه، ما تشوفيه، عشان لما تشوفيه مش هيؤدي ذلك انه يعمل سلوكيات تخليه يجبرك انك تشوفيه. يعني الفكره احنا سبحان الله البشر مخلوقين على يوم حب ان انا اتشاف، انا بني ادم موجود، انا متشاف، والحاجات اللي انا بعملها متشافه، المجهود اللي انا بعمله متقدر. فلو ده ما تقدرش، انا هوريكوا ازاي يتقدر، انا هوريكوا ازاي تشوفوني، انا هوريكوا ازاي ان ليا وجود ومؤثر، انا هوريكوا ازاي ان انا ذا قيمه، انا موجود وليا قيمه. فلو طفلك ما حسش انه له قيمه، انه متقدر، هيعند وهيبدا يطلع تصرفات توريكي ان هو ذو قيمه. سبيشالي بقى هتشوفيها في وقت المراهقه. يعني وقت المراهقه بالذات بقى انت محتاجه الحته بتاعه التسلط دي تنزل، او الحته بتاعه تخليها صداقه، واوقات تنزلي اكتر شويه سيكه كده، خدي ارائهم في حاجات كتير. والحته بتاعت عدم التقدير، وقت المراهقه انت محتاجه تقدير للصبح، يعني محتاجه تقدير كتير. اي حاجه يعملوها صغننه قد كده اهو محتاجه تقدير. طيب تامن حاجه، احنا كمان 7 حاجات، تامن حاجه انا هعدهم كلهم في الاخر تاني زي ما اتعودنا عشان نلنكم ببعض. تامن حاجه انه في شيء طارئ، امر طارئ على الطفل، امر عارض او طارئ على الطفل. زي ايه؟ اوقات الاطفال الصغيره بيعندوا لما بيبقوا مقرفين، عندهم مرض، عندهم طفره نمو، عندهم ضرس بيطلع، عندهم بطنهم بتوجعهم، عندهم برد، مش عارف، ما بيناموش كويس، في طارئ بيطرق عليهم بالنسبه للاطفال الصغيره. الاكبر سنا شويه، او برضو ممكن الاطفال الصغيره برضو لما يحصل ظرف طارئ كتير، ماما حامل، ماما ولدت، اصل رحت الحضانه، اصل جالي اتنقلنا من بيت لبيت، كل الحاجات دي
حصل ظرف حاله وفاه في العيله، او حصل مرض شخص عزيز، ففي حاله طوارئ، حاجه اتقلبت في البيت او حصل حاجه، فالطفل ما بقاش موجود. هو الشيء الطارئ مستحوذ على كل انتباهكم، فالطفل هناك في الخلفيه، فهو محتاج يقول لكم لا انا هنا موجود. فاما انه تعبان ومقريف فمش طايق نفسه فبيعند، وفي الحاله دي طبعا احنا بنقول للامهات فتره وهتعدي، المغص هيروح، قله النوم هتروح، طفره النمو هتاخد لها من 3 ايام لاسبوع، ماكسيمم 10 ايام وهتروح. يعني الامهات بقى بتوع الكورسات بتوعي يراجعوا الحاجات اللي اتكلمناها في الكورسات. فخلاص احنا عارفين مع الاطفال في طفرات النمو وفي الحالات الطارئه هنعمل ايه. مع الكبار محتاجه تشركي الطفل في الامور الطارئه اللي حصلت. لو عندك لا قدر الله حاله وفاه، لو عندك ظروف طارئه او منتقلين او اي حاجه، حاولي ما تتجنبيش الطفل، ما تبعديهوش. اللي هو الطفل بيحس ان هو مستبعد، لا لما تكوني هتجيبي طفل جديد او اي حاجه ما تخليش تحسي الطفل ان هو مستبعد، مش وقتك. هو بيحس انه وانت بتكلميه ان كانك بتقولي له مش وقتك دلوقتي، احنا ورانا حاجات اهم. واول ما الانسان بيحس انه مش مهم وان في حاجات اهم وانه حد بيستبعدني، هيعمل كل السلوكيات اللي توريكي انه مهم وانه مش مستبعد وانه له دور. هنرجع تاني لايه؟ لانه متشاف، انه تقدير، ان انا لازم اتشاف. فاي حاجه طارئه اشركي الطفل فيه. انا عارفه ان ده بيبقى عبء اكتر على الام، اشركي الاب، اشركي الناس الموجودين معاكم. لازم 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 الطفل يبقى جزء من اللي بيحصل، لازم يبقى جزء من واحنا بننقل، انه يبقى جزء من الحاجات اللي بتحصل معانا. واحنا بنجيب طفل لازم يبقى جزء من الحاجات اللي بنشتريها وناخد رايه وندخله في الامور بتاعه الطفل الجديد، ويبقى جزء من وجود الطفل الجديد في البيت مثلا. فلو حس الطفل ان هو جزء من الاشياء بيبدا يتراجع العند شويه. يبقى تعالي بقى نجمل كده للحاجات دي تاني. لو الطفل حاسس انه مش مسموع، لو الطفل حاسس انه مش مفهوم، لو الطفل حاسس انه مش متقبل، الطفل حاسس بخوف وعدم قدره على التعبير عن ارائه او احتياجاته، لو حاسس ان عنده حكم مسبق على الحاجات اللي هتقوليها، لو في دور سلطوي او تسلط من الام او الاب، لو الطفل وصل وعدم تقدير وانه مش متشاف، لو كان في ظرف طارئ او عارض. ال8 حاجات دول بيجملوا معظم، مش هقدر اقول كل طبعا، لكن معظم الحاجات اللي بتسبب العند. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا اميره، ما هو لازم الحاجات دي هتحصل. يعني ما طبيعي، يعني ما يومنا لازم هيحصل فيه حاجه من الحاجات دي. ايوه هي دي الفكره. خلوني اخد بقى واقول لكم بقى هنعمل ايه. الفكره ان انا عارفه انه طبيعي هيحصل ده، هيحصل حاجه من ده بنسبه ما، فطبيعي هشوف عند. فالفكره انه لما اشوف عند ما توهمش، يعني ما تفاجئش. يعني الفكره بتاعت انا ابني بقى عندي ليه؟ ايه ابني بقى عندي ليه؟ ده هو العند دي سمه ماشيه مع كل البشر في اوقات معينه، فاحنا محتاجين نتقبلها. يعني احنا محتاجين نتقبل ان انا هشوف عند. لكن الام اللي بتتخض ابني هنا دي مش متربي، ما ربيتوش كويس. يا حبيبتي هو العند ده موجود عند كل الاطفال، هو اوبشن نازل على العيال كلها، مش نازل عند ابنك بس وبقيه العيال مش بيعندوا. ممكن تكوني شفتي طفل في لقطه مش عنيد فتخيلت انه ما بيعندش، لكن عيالنا كلهم بيعندوا. يعني انا بنتي سورس العند مثلا امها عنيده اصلا فاحنا انا بهيز بقى. فالعند عندنا كلنا، ما مش لازم يبقى موجود. هو يعني كل الظروف والحاجات، كل ال8 حاجات اللي انا قلتها دي لازم هيحصل فيها حاجه في يوم، لازم يحصل حاجه في اسبوعك، لازم يحصل حاجه فيها في الشهر. يعني مفيش اسبوع هيعدي يا شيخه من غير ما حاجه من الحاجات دي تحصل. فلازم تشوفي لمحه من لمحات العند. النسبه بقى بتاعتها هي فين؟ عند قوي ولا عند شديد ولا لمحه عند ولا سمه من سمات العند كاني بتكلم عن طبعا سمه من سمات العند او سمه من سمات كذا. شفتيها بنسبه كام وقوتها وشدتها قد ايه؟ ده بقى هيختلف باختلاف الام عندها ثقافه تربويه قد ايه، عارفه عن الحاجات دي ولا لا، عارفه تتعامل معاها ازاي، قادره تتقبلها ولا لا، شايفه العند وهو جاي ولا بتعمل مش شايفاه لحد ما يجي يطص في وشها. ما هو في امهات بتبقى شايفه والله من الاول، تقول لك انا لسه حاجه بقى سخنانه كده اهو، وبعدين تروح يكبر 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 وتبقى قنبله تتحدف في وشها مثلا قدام اصحابها، قدام الضيوف، قدام الناس، في وسط الشارع. ما هو الطفل هيخليك تشوفيه، يعني تشوفيه. ما شفتنيش بقى وانا لوحدك معانا في البيت؟ هوريهولك قدام العيله، هوريهولك قدام بابا، هوريهولك قدام حماتك اللي انت عايزه قدامها ابنك يبقى مش عارف، هوريهولك قدام اي حد. مش كده، ده انا هوريهولك في وسط الشارع واحرجك. فهو هيفضل يصعد في الامور. فانا محتاجه ابقى عارفه الحاجات دي بتيجي امتى وازاي،
وشكلها عامل ازاي عشان الحقها قبل ما تروح فين، قبل ما تبقى قنبله وتخبط في وشي. هي لو خبطت تخبط في وشي انا، هو في الاخر طفل، هو في الاخر احنا اللي بنحس ان احنا ما ربناش، وده مع انه احساس مش صحيح، يعني احساس جاي، يعني هو معتقد اسقط علينا من المجتمع. هو جزء من التربيه ان انا اتعامل مع العند، جزء من التربيه ان العند يجي لي واشوفه كده باوجه مختلفه واتعامل معاه. فانا محتاجه اتقبل العند. يعني اللي انا جاي اقوله لك هنا بعد كل الرغي ده بعد كل الوقت ده ومعرفه كل الاشكال دي، انه مفيش حاجه اسمها طفل بلا عند، ومفيش حاجه اسمها تربيه بلا عند، ومفيش حاجه اسمها تربيه بلا سلوكيات انحرافيه. ما هو ده دوري كأم، ان انا اصلح السلوكيات الانحرافيه دي، فنتخطى بقى مرحله الصدمه. انا ابني بيعني، انا ابني يعني يا نهار ابيض العند ظهر عندي الحقوني. بيظهر عندنا كلنا يا امي. هنعمل حفله ونقعد نندب كلنا. فهو موجود عندنا كلنا والله العظيم. اقول لك اللي بيقولوا لك انه مش موجود، موجود عندهم، هم مخبيينه. مش بيقولوش ان عيالهم بيعندوا، لكن هو موجود عندهم جوه. اول ما يخشوا البيت ويقفلوا على نفسهم الباب بيظهر، لكن هم بياخدوا دور السلطوي وبيتحكموا فيه هم بره، لان عليهم نظره عين للطفل. الطفل عارف هيتعاقب ازاي في البيت، فبيكبتوا الطفل، وده هيطلع عليهم بمشاكل تانية بقى لما الطفل يكبر شويه. ده لسه فيها تطلع مشاكل تانية خالص. في ناس بتقدر تكنترول على العند بالخوف والارهاب للطفل. في ناس بتقدر تكنترول على العند بانها بتسيس الطفل بره عشان ما حدش يشوف العند. وفي ناس ما عندهاش مشكله انها توري الناس العند. يا جماعه عادي جدا. انا في وسط الهايبر وبنتي تعند والنوبه الغضب تيجي، واقف اقول لها حبيبتي ما تخلصي قولي لي وانا واقفه. اي حد يتدخل يا جماعه من فضلكم لو سمحتوا شكرا ليكم جدا، بس هي عندها نوبه غضب هتخلص دلوقتي، انا واقفه حبيبتي مستنياكي. ليه؟ انا متقبله العند متقبله الغضب، وكل الناس دول مش هيقدروا ياثروا فيا ومش هيقدروا ليه؟ لان انا عارفه انه جزء من التربيه وجزء من كوني اني اتعرض لهذه المواقف. هل انا كأم جاهزه بقى نفسيا اني اتقبل المواقف دي واواجهها قدام الناس وما تاثرش فيا وما تحسسنيش عن نفسي ان انا مش عارفه اربي وان بنتي لازم تبقى بالمسطره وين؟ هي دي المشكله فينا احنا من جوه. احنا بنتقبل الاشياء ازاي وبنحتويها ازاي وبنستقبلها ازاي. لكن العند والغضب وكل الاشياء دي موجوده وهتفضل موجوده ولن تذهب الى اي مكان، وهنفضل نتكلم فيها ابد الدهر. فاتمنى ان احنا نكون لخصنا مشوار العند، عرفنا هو جاي منين. اول ما تلاقي العند جاي عليكي كده بصي في الورقه، اكتبي ال8 نقاط كده وبصي فيهم واقعدي كده. ايوه انا شايفاه العند جاي، ده جاي من كذا، جاي من حكم مسبق، جاي من عدم تقبل، انا مش سامعاه دلوقتي، اديني مثلا ساعه واقعد واخلص واسمعك. انت هتبقي عارفه هو جاي ازاي وتتعاملي معاه ازاي. ساعتها تقدري فعلا تحسي انه انا متقبله العند، انا قادره اتعامل معاه. بالعكس انا شايفاه فرصه لانه احنا نرتبط اكتر انا وطفلي مع بعض، او انا وابني او بنتي مع بعض، مش فرصه ان احنا نبعدنا عن بعض وفرصه انها تخوفني تبقى زي البعبع بالنسبه لي ابني عنيد. لا انا عادي، ابني عنده شويه عند، ايه المشكله؟ عنده نوبه غضب، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. اشوفكم في فيديو جاي.